تعرف الشغلة إنه ليس كل ابتعاد هو اعتزال، وليس كل اعتزال اختيار، بل بعضه إجباري وبعضه اختياري. طبعا الاختياري هو الأنجح صراحة. أنت لما تكتشف إنه اللي حواليك حقيقة لا ينفعوك ولا يشبهوك، فالاعتزال هنا الاختياري هو أفضل بكثير من الإجباري، لأنه أنت رح تأذي نفسك صراحة لما يكون وضع إجباري. بس لما يكون موضوع مقتنع وقناعي فأنت هنا مدرك ما تفعله، وإنسان إذا كان مدركا لأفعاله فهنا حقيقة أنا أرى أنه هو إنسان واعي يستطيع أن يتقدم في الحياة. يعني على سبيل المثال الإنسان لو كان لوحده يستطيع أن يفشل، أن يعصي الله جل في علاه، وأن يكون فاشلا أيضا في الحياة، ويستطيع أن يستغل هذه الأوقات الثمينة، أوقات الفراغ، أن يتقدم بالعلم، لأنه هو فقط حياته كلها واقفة على قرار. بس هذا القرار ما بده قرار لوحده، لا، هذا القرار بده عمل تنفيذي، لأن أنا ممكن اليوم أقرر شيء بس أنا ما أنفذه، فماذا استفدت من هذا القرار؟ حقيقة ما راح تستفيد شيء فيه. هو واقف على، والله العظيم، على ثانية واحدة، حرفيا ثانية. يعني على سبيل المثال صلاة الفجر حقيقة على ثانية، أما أن تقوم أما أن تبقى على الفراش، حقيقة على ثانية واحدة أنت تقرر. ولكن هل هنالك تنفيذ للقرار؟ وأنا بعتقد أنه هيدا أكتر مشكلة عند الناس صراحةً، إنه أنا باقرر وأنا بدي أعمل هيك وأنا سوف أفعل هكذا، بس المشكلة مو هون، المشكلة في قرارك. هل يا ترى أنت بدأت في تنفيذه؟ هنا النقطة. وأكثر الناس اللي تفشل بسبب التسويف، إنه أنا سوف أفعل سوف أفعل سوف أفعل، ولكن ما فعلت شيئا. سوف أطلب العلم، ما طلبت العلم وما زلت متسوفا. سوف أدرس، سوف أدخل إلى جامعة، ما عملت شيء صراحة، ما زلت واقفا على مكانك أنت. فالموضوع بده صراحة قرار مع تنفيذ، عرفت؟ بده إرادة، بده قوة. ولا تنسى النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، واستعن بالله ولا تعجز. وفي كل خير صراحة. فأنت يعني بدك تنجح لازم ما تضلك واقف على نفس الممر، وما لازم تضلك واقف على نفس المكان. لازم تحاول تتقدم، ولما ترى من حواليك وترى نفسك بأنك لا تتقدم ومن حواليك لا يقدمونك ولا يدفعونك إلى التقدم ولا يسحبونك إلى التقدم، فأنا أنصحك أن تبدل هؤلاء الناس، لأنه عن جد عن جد عن جد الإنسان كتير كتير بيتأثر على الناس اللي حواليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فينظر أحدكم من يخالل. وأيضا الصاحب ساحب. يعني سبحان الله العظيم. كذلك الآن لو نحن أتينا بفواكه جميلة ولذيذة ووضعنا فاكهة يعني خربانة بينها، فسبحان الله كل شيء أو فاسدة كلها تفسد، كلها تفسد. كذلك الصديق سبحان الله له تأثير قوي جدا حقيقة. إن كان متفائلا يزرع فيك التفاؤل، إن كان متشائما يزرع فيك التشاؤم. فاحذر من تصاحب، وصاحب يعني صديقا صدوقا، خليلا قريبا من قلبك، ناصحا لك لدنياك ولدينك، ويسعى لك دائما النجاح والفلاح. فموضوع التقدم حقيقة يعود إليك وإلى قرارك التنفيذي. شكرا.